السلام عليكم وأهلا بيكم متابعين أنيماتشينو الحلوين. من غير ما نطول عليكم يلا نشوف حكايتنا النهاردة. بتبتدي حكايتنا النهاردة مع قطة صغيرة سو كيوت، لونها أسود بس هي مش جني عشان ما تقلقوش. بس بتفضل القطة المشمشية تلف في المدينة عشان تقلب رزقها من الأكل، وتمام التمام على كده، لحد ما في يوم بالليل بتلاقي شلة عيال ما شافوش نص ساعة باقي بيدوروا عليها وعاوزين يضربوها علشان يبانوا وحشين يعني وكده، وتلاقي أصلا الكلاب بتلحسهم أسفلت الشارع. المهم بتستخبى قطتنا المشمشية لحد ما بتحس إنها خلاص هتتقفش، فبتقول لواحد فيهم خد في سنانك يا سحلاوي، وبتجري تقعد تقول هربت منيهم وبتفرح، لكن فرحتها ما بتكملش علشان بتلاقي أستاذ عبد الحليم بيقول لها طريقك مسدود مسدود يا ولدي، وبتتزنق، فبتقول ما بدهاش بقى وبتتحول لوحش كبير. وفجأة بنلاقي العيال في حاجة عمالة تسحبهم وتطيرهم في السماء، وبتتصدم القطة المشمشية وبتلاقي واحد داخل عليها ويقول لها ما تخافيش، احنا زي بعض ولازم نحس ببعض، انا اسمي ستورمند، انت اسمك ايه؟ القط قال له هي انت. قال له عاوز ايه؟ قال له لا ده انا اسمي هي. وبيتعرفوا على بعض وبياخدوا ستورمند عشان يعرفوا على اصحابه اللي اول ما بيشوفوه بيقولوا له ايه يا عم ستورمند القطة اللي انت جايبها دي، هي الخرابة ناقصة عفاريت؟ فبتتحول القطة المشمشية وبتقول له قطة ايه يا عم وخرابة ايه، ما تدوس على عقلك كده وتحاسب على الكلام، انا هي انت وصاحب ستورمند من زمان قوي، يجي من دقيقتين كده. وبيتصاحبوا على بعض وبيقعدوا يرغوا شوية. بنروح بعد كده لواحد شبح نينجا عمال يتنطط وايده بتنور، وبيتخانق مع واحد اسمه انفينيتي يعني اللانهائي، وعضو في حاجة كده اسمها النقاب، حاجة كده عاملة زي نقابة الأطباء. وصاحبنا النينجا عمال يتخانق مع انفينيتي ويرقص عقباوي جنبه، بس انفينيتي اداله قلم وقعه على الأرض وكتفه. بنرجع للقطة المشمشية وهي مع أصحابها، وواضح إنهم حبوا بعض جدا وقاعدين كمان يشووا مارشميلو. فستورمند بيقول لي هي ده بيتك واحنا أصحابك وهنقسمها سوا إن شاء الله حتى ناكلها بدقة. بيفرح هي جدا وبيروح ينام. بيصحى هي تاني يوم على صوت تكسير وزعيق، وبيبص يلاقي انفينيتي هو اللي عامل القلق ده كله، فبيجري عليه ويعمل شوية شقلباظات، لكن على مين؟ انفينيتي بيجيبه في شوال. وبيحاول ستورمند واصحابه يوقفوه لكن ما بيهزوش منه شعر وبيهربوا على طول، وبياخد انفينيتي هي معاه. وبنعرف بعد كده ان انفينيتي عاوز ياخد هي عشان يعمل له عضوية في النقابة. بنروح لاصحاب ستورمند وهم بيقولوا له احنا مش هنقدر عليه، فبيرد يقول لهم انا مستحيل هسيبه ياخد هي، حددوا لي مكانه وانا هتصرف. بيروح انفينيتي لراجل عجوز عامل زي مستشار النقابة كده، وبيقول له انا عاوز اعمل شيفت كارير وازود قوتي. سيادة المستشار بيقول له النقابة مش هتوافق، بس انا هحاول واخليهم يوافقوا، وبيزود له قوته. بنروح لهي وهو بيحاول يهرب اكتر من مرة بس بيفشل، واخر ما انفينيتي بيزهق منه بيقول له تعالى معايا، وبينط في حفرة هو اللي عملها. وبيقول لهي دي مساحتي الروحية، كل واحد فينا عنده قوة روحية، لما بيكون عنده إرادة بيطلعها، إيه رأيك أخليك تتعلم وتكبر قوتك؟ هي بيقول له على جثتي وجثة شامبو، بس في الآخر بيوافق وبيقول أنا هتعلم منه علشان قوتي تزيد وأعرف أهرب. وفعلا بيبتدي يتعلم وقوته بتزيد، وبيحاول يهرب لكنه بيفشل، فبيرجع يتعلم تاني وقوته تزيد تاني، ويحاول يهرب وبرضه بيفشل، ولف بينا يا دنيا. وفي يوم من الأيام بعد التمرين بيقابل هي أصدقاء انفينيتي، وبيكون فيهم واحد شبه غاندي بس فضائي، وبيقول لي هي النقابة هتهتم بيك وهتديك 30 جنيه وجبة. هي بيقول له والنبي يا جدي بس بعد كده عشان اكل. وقال له قول لي يا جدي هو انتوا ليه بتحاربوا ستورمند وعاوزين نبقى معاكم؟ جده قال له ستورمند مش عايزنا نعيش مع البشر. رد هي وقال له البشر دول وحشين، دول كانوا عاوزين يزنقوني ويضربوني. جده قال له صوابعك مش زي بعضيها يا هي، احنا كمان فينا الحلو وفينا الوحش. وبيسيبوهم ويمشوا. وبيروح هي مع انفينيتي اللي بيقول له انت لو عاوز ما تكملش انا هسيبك تمشي. هي بيرد عليه ويقول له تبقوا بس قالع ولا هتسيبني ولا بتاع. انفينيتي قال له بكره تكبر وتعرف كل حاجه. وتاني يوم بيروح انفينيتي وهي للمترو، وبيقطعوا تذكرة للخط التالت عشان مكيف وحلو، لكن فجأة بيهجم بعض الأشخاص على انفينيتي علشان يخطفوا هي، لكن انفينيتي على الثبات بيجيبهم في شوال وبيجري عشان يستعيد هي. وفعلا بعد شوية شقلباظات بيستعيدوا، وبياخدوا ويطلعوا بعدها يسطحوا فوق القطر، لكن بيلاقوا ستورمند واصحابه بيسطحوا هما كمان، وبيبتدوا عركتهم مع بعض علشان ياخدوا هي.
وبعد ما فضلوا يدعكوا في بعض بينجحوا فعلا إنهم ياخدوه ويهربوا، وكمان قبل ما يمشوا بيحاولوا يوقعوا القطر، لكن انفينيتي بينقذ كل الناس اللي فيه. بيجي رئيس مجلس إدارة النقابة وبيقول لإنفينيتي إحنا اكتشفنا إن هي بيمتلك قوة كبيرة طاش الطاش، وكمان اكتشفنا إن ستورمن بيسرق من الناس قوتهم. فبيقول انفينيتي يا وجع مطين الطين، يبقى أكيد عاوز هي عشان يسرق قوته، أنا لازم أنقذه. وبيطير في السماء. وبنروح لهي وستورمن وهما مقضينها سلامات وأحضان، وحمد لله على السلامة يا جاي من السفر. وبيسأل هي ستورمن انت ليه بتكره النقابة وبتقول عليهم وحشين، مع ان هما كانوا بيعاملوني احسن معاملة ولا كأني ابنهم، وكمان كانوا بيدوني 30 جنيه وجبة. بيرد ستورمن وبيقول له بص يا عم هي، احنا زمان كنا عايشين في الغابة ومستقنيصين و100 فل و10 لحد ما جه البشر وطردونا وقطعوا شجر الغابة وبنوا البيوت والمصانع، واحنا ما بقاش لينا اي مكان. فالنقابة بقى رافضة اننا نقتل البشر ونرجع ارضنا. لا ملكيش حق يا نقابة، واحنا لو فضلنا ساكتين مش هيبقى لينا وجود خالص. وانا عارف يا ابو الصحاب انك بتمتلك قوة طاش الطاش، ايد على ايدك هنقضي على البشر ونرجع غابتنا وارضنا. هي بيقول له انت غلط يا صاحبي، تعال نمشي من هنا ونعيش على الجزيرة ونسيب المكان ده للبشر. ستورمن بيتضايق ويكتفه ويقول له قضي الامر يا شعلاء، انت غبي وعمرك ما هتفهم. وبيبتدي يسحب منه قوته. في الوقت ده بيعرف انفينيتي ان ستورمن تمكن من الاستيلاء على قوة هي، وبيحدد مكانهم لكنه بيوصل متأخر. وبيلاقي ستورمن بيرمي هي، فبيطير عشان ينقذه ويوديه في حتة امان ويرجع عشان يبتدي العركة مع ستورمن. لكنها بتكون معركة غير عادلة، لان ستورمن بقى بيمتلك قوة كبيرة اللي خدها من هي، وبدأ إنه يدمر في الأرض اللي عايش عليها البشر اللي بيقعدوا يجروا ويهربوا، لكن النقابة بتنجح في إنها تاخد البشر لمكان أمان. وبتبتدي معركة انفينيتي وستورمن اللي بتكون ليه الأفضلية في المعركة، وبينزل دعك في انفينيتي. في الوقت ده بيكون هي مغمى عليه وبيحاول بشتى الطرق إنه يستعيد وعيه، وبيفتكر إزاي صاحبه خانه وسرق منه قوته. وبنرجع لستورمن اللي خلاص كان رايح يدي انفينيتي القاضية وبيقول له احذر الكاوو. فجأة بتيجي ايد القطة المشمشية وتطير ستورمن وتقول له اي قذيفة جاءت يا باتشيكو، قصدي يا ستورمن. واخيرا بيقدر هي انه يستعيد وعيه ويجي عشان ينقذ انفينيتي وياخد حقه من الخاين ستورمن، ويقول له تفكرني مت ولا ايه؟ تفكرني هسيبك؟ ده انا هعمل منك بطاطس شيبس. وبيعمل هي وانفينيتي دويتو مع بعض وبيقول له انت اقوى من المخدرات. وبتبتدي معركة جديدة بينهم وبين ستورمن، وبيفضلوا يدعكوا في بعض شوية. وفي لحظة بيقول انفينيتي لهي يلا فنش، وفعلا بيعمل هي الفينش وبيجيب ستورمن ده على وشه اللي بيقول لهي سامحني يا صاحبي، سامحني على كل حاجة، وبيهرب. بعد فترة بيتجمع هي مع انفينيتي في النقابة وبيقول له انفينيتي انا كده دوري خلص وعملت كل اللي عليا ولازم امشي، وربنا يوفقك في اللي جاي. هي بيفتكر هو قد ايه كان بيكرهه زمان، وبيفتكر كمان انه هو اللي علمه كل حاجة، فبيجري عليه ويقول له ما تسيبنيش انا هاجي معاك. انفينيتي بيقول له بس هنا بقى وطنك. بيرد هي ويقول له استغفر الله العظيم، يعني انت الوطن بتاعي. وبكده تكون خلصت حكايتنا النهاردة. متنساش تعمل لنا لايك وتسوي سبسكرايب اخوي، وتتكلص اني قلص، يعني احنا كده خلصنا. الحلقة دي كتبها وسجلها ومنتجها وحطلها الحركات والتكات الألدغ اللي كان بيحكي لكم القصة. سلام.